طبعًا أنا عملته على البخار زي ما قُلت لكم، بيبقى ده شكله، ده اسمه baby هُم بيقولوا عليه كده، baby أخطبوط أو فُلبي، طبعًا إحنا في إسكندرية بنقول عليه فُلبي، ما أعرفش في بقية المدن الساحلية بتقول عليه إيه. طبعًا ده الأخطبوط أو الفُلبي بعد ما عملته طاجين بيبقى جميل جدًا، جدًا. سلام شطوراتي الحلوين. طبعا ده شكل الفولبي اول ما جبته. طبعا لسه ما اتنضفش هو. بيتنضف، هقول لكم بيتنضف ازاي، بس انا كنت عايزه اوريكم شكله. ليه احجام كتيره منه الحجم ده حجم صغير اسمه بيبي اخطبوط، في العالم كله بيسموه الاسم ده، بس احنا في اسكندريه بنسميه فولبي او اخطبوط. طبعا بالنسبة لأحجامه لو صغير قوي بنقول عليه بيبي، لكن طبعا هو بالنسبة للعالم بيتقال عليه اخطبوط وأحجامه كبيرة قوي، ممكن توصل ل 30 و40 كيلو. وطبعا في أحجام صغيرة جدا. بالنسبة لتنظيفه سهل جدا، بحطه تحت المية وبطلع الحتة اللي هي من تحت دي، بتبقى فيه فتحة كده من تحت، بطلع اللي هي فيها الحبر، فبطلعه بالشكل ده وأنضفه. ممكن تنقعيه في حبة خل صغيرين بس تطلع اللون اللي موجود عليه شوية. بس على فكرة اللون ده مفيد جدا جلد البشرة بتاعة الإنسان. جميل جدا، وعلى فكرة كمان الحبر كمان مفيد جدا 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 للجسم. بس على فكرة هو ما بيطلعش حبر كتير زي السبيد او الحبار، كمان ممكن ما يطلعش خالص، وطبعا ده على حسب حجمه. هو مجرد بس ان انت بتطلعي الحتة دي اللي تحت فيها بينزل حبر بسيط، بس مش بيطلع زي الحبار. بس على فكرة الحبر بتاع السبيد ليه فوائد كتيرة قوي قوي، ممكن تبحثوا عنها في جوجل. وفي دول شرق آسيا بيدخلوه في أكلات كتيرة قوي، منها المكرونة والخبز. طبعا أنا حطيته هنا في مصفى، ولو عندك مثلا الحلة بتاعت الكسكسي ممكن تعمليه على البخار فيها، عشان عايزة أعمله على البخار عشان فوائده ما تروحش يعني في المية. طبعا من تحت في حلة فيها مية، بحط فيها بصلاية وفص ثوم وملح وفلفل وبسويه على البخار. ممكن بقى بعد كده تعمليه أي حاجة، ممكن تعمليه طاجين. وطبعا الطاجين أنا عملته لكم قبل كده، حط لكم الرابط في التعليقات، او تدخلوا على صفحتي على الفيس او اليوتيوب باسم مطبخ جدتي الشطوره. طبعًا ده الأخطبوط أو الفُلبي بعد ما عملته طاجين بيبقى جميل جدًا، جدًا، طعمه بالضبط زي السُبيط لمّا بتعمليه طاجين. جميل جدًا، جنب طبق رز كده أبيض، يكون في منتهى الروعة. كمان طبعًا هنا بعد ما سلقته بالبخار زي ما أنتم شايفين كده أهو، ده اسمه بيبي أخطبوط، هُم بيسموه كده. إحنا عندنا في إسكندرية بنسميه فُلبي، ما أعرفش بقى في المدن الساحلية بتسميه إيه. قولوا لي في التعليقات على اسمه عندكم. طبعًا ده شكله. طبعًا أنا هنا باحط عليه ليمون، ده الليمون اللي أنا عصرته معاكم وحفظته في الفريزر. بُصّوا هنا ما جمدش إزاي، لسه مطلّعاه أنا من الفريزر. ما جمدش لإن أنا حاطة عليه ملح، شايفين؟ حافظاه بالملح، حطيته في الفريزر ولونه ما اتغيّرش. باحط حبّة صغيّرين عليه، طبعًا ملح وفلفل، وبيتاكل. بيكون جميل جدًا بالليمون، شايفين؟ طبعًا الفُلبي أو الأخطبوط ممكن تعمليه طاجين أو تسلقيه كده وتحطّي عليه ليمون وملح وفلفل، وبيتاكل كمقبّلات. كمان بيعملوه في المطاعم بتاعة الأسماك قبل ما ياكلوا وجبة السمك. بيكون جميل جدًا، وممكن يتعمل سلطة، بيتقطّع كده ويتحط في السلطة، بيكون جميل جدًا كمان. في مطاعم الأسماك بيعملوه كده. عايزة أقول لكم كمان إن ممكن تفرميه في المفرمة أو الكبة ويتعمل مع كفتة الرز، زي بالضبط كفتة الجمبري أو كفتة اللحمة. أتمنى تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامة.